هو ده الايفون 17 برو ماكس، او يعني التسريبات الاكيده لحد دلوقتي. ابل هتغير شكل فريم الكاميرا تماما، وهتخليه بالعرض الكامل بتاع ظهر الموبايل علشان تميز شكله عن الاصدارات القديمه، لان هي بقى لها فتره ما عملتش تغيير ثوري في الديزاين. هنعتبر ان ده تغيير ثوري علشان اللي بيشتري الموبايلات الجديده ما بيحسش بفرق كبير في الاداء، عاوزين يحسوا بفرق بس في الشكل. واكيد هيجي بمعالج جديد بايونيك A19 برو مثلا، ولا مش عارف ابل هتسميه بايونيك A26 برو عشان يبقى ماشي مع السنه زي الاي او اس كده. وكمان هتزود الرام من 8 ل 12 جيجا رام. ايه البزخ ده كله يا ابل؟ وهيكون في عدسه بيرسكوب جديده 48 ميجا بكسل للزوم، اكيد هتكون اقوى. واحتمال يكون في تصوير فيديو بجوده 8K. لا مش ممكن كل ده يا ابل. والسيلفي هيتغير وهيبقى 24 ميجا بكسل. والبلس هيتلغي، هيتبدل بالايفون 17 اير، هيكون الارفع على الاطلاق، ارفع حتى من الاس 25 ايدج واخف منه كمان. وانا مش عارف ليه سباق الموبايلات الرفيعه ده. هو مين اللي طلب كده؟ انت اللي بتتفرج طلبت موبايلات رفيعه. وبكده السلسله هتكون ايفون 17، 17 اير، 17 برو، والاكبر ال 17 برو ماكس. الاطلاق الرسمي للموبايلات ان شاء الله في شهر سبتمبر. قول لي متحمس للايفونات الجديده ولا ايه الكلام؟